دي طريقة حصري عشانكم، هقول لكم كل الاسرار اللي انا عملتها علشان يطلع معانا الفول المدمس بالشكل المظبوط ده. بس وانتي داخله معايا على الفيديو ما تنسيش تضغطي لايك وتشتركي عندي لو لسه مش مشتركه. عندنا حله على النار هننزل عليها بجزرايه مبشوره ببشره المبشره الجزء الناعم، ومعاها كمان ليمونه هنعصرها وهنحطها بالقشر بتاعها، وكمان عندنا بصلايه، يا ريت البصلايه كمان تكون مبشوره. عندي كمان حوالي 6-7 حبات من الطماطم وضرباهم في الخلاط، وهننزل عليهم بحوالي فنجان من الخل. كمان ما ننساش معلقة كبيرة ممسوحة من الثوم المفروم، او ممكن تحطي 3-4 فصوص ثوم. وبعدين هننزل بكيلو فول تدميس نقعيه قبليها بيوم، طبعا بعد ما المية تغلي هننزل بالفول بتاعنا مش قبل ما المية ما تغلي. كمان هننزل عليهم بربع فول مدشوش، وكمان كوباية من قمح البليلة، هما الاتنين حطيتهم على بعض وبرضو نقعيهم قبليهم بيوم. ونص كوب من الرز وغسلاه، ده مش نقعاه، غسلاه في ساعتها وحطاه على طول. ونص كوب من العدس الاصفر وبرضو غسلاه وحطاه على طول في ساعتها. وبس كده. هنا هتبتدي تغلي معانا، وبعدين هنوطي وهنغطي وهنسيبه بقى يستوي مع نفسه خالص. طبعا بتتابعيه، ولو لقيتيه محتاج ميه وانه لسه مستواش هنسخن ميه ونحطها. لقيتيه خلاص استوى وختم وتقل كده، هتبتدي تقفلي عليه وهتعصري عليه من فوق ليمون. كده هو لسه مستواش، هنشوفه لما يستوي دلوقتي. ايه فايدة كل اللي احنا حطيناه ده؟ اول حاجة ان احنا بنتقل الفول بتاعنا وبنديله اللون الحلو اللي احنا محتاجينه، ولا هنحتاج نحط دقيق ولا هنحتاج نحط كركم ولا هنحتاج نحط اي حاجة. مش بس كده، دي كمان بتديله فايدة. كل الحاجات اللي اتحطت ادت لنا فايدة للفول وقيمة غذائية اكتر، وده شكله النهائي كان في منتهى الجمال والطعم حكاية. ما تقوليليش مطعم ولا تقوليلي اي حاجة، اعمليه في البيت واعملي منه احلى وصفات. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، ولو عجبك ما تنسيش تضغطي لايك وشير وسبسكرايب، وباي باي، اشوفكم الفيديو الجاي على خير ان شاء الله.